عندي 16 سنة، والدتي ما اقدرش اتكلم معاها لانها سريعة الغضب وشديدة. ما بقدرش اعترض او اتناقش معاها حتى في تعاملات مع اعمامي وعماتي وخالاتي، مش بتديني فرصة. مش عايز اعصيها ولا اخليها تغضب، اتمنى تساعدني. وهل لما انا بتعصب في النقاش معاها علي ذنب؟ انا لا ارادي بفقد اعصابي. لا شك ان من ضمن اختبارات شبابنا وولادنا ازاي يتمالك اعصابه وطريقته اثناء غضب اهله عليه. لان انك تتمالك اعصابك وطريقتك واهلك كويسين، ما هو اكيد لازم تعمل كده، تبقى مشكله، تبقى مصيبه لو اهلي حنينين وطيبين وانا اللي بنفعل، انا كده شخص عاق، ودي من اكبر الكبائر. ومن احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. فجهادك في سبيل الله حفاظك على برك واهلك كويسين، وحفاظك على برك واهلك متعصبين. عشان كده انا عايزك تتخيل حد ذو سلطة كبيرة جدا بيتعصب عليك وانت ماسك نفسك لانك خايف منه. ما تقدرش تتعصب عليه دكتور الجامعة، الاستاذ، مدير المدرسة، ايا كان، فانت ساكت ومتحمل غضبه عليك خوفا من سلطته عليك. لما يكون اهلك متعصبين، انا بنصح صاحبة السؤال او صاحب السؤال، مش باين قوي من لا مش عايزة يبقى صاحبة السؤال، بنصح صاحبة السؤال يا بنتي، وانت يعني اصغر من ولادي، بنصحك يا بنتي يا حبيبتي انك انت تلزمي الصمت وامك متعصبة. وانت بتقولي حاجة مش بتديني فرصة، مش عايزة مش بترضى ان اتناقش معاها حتى في تعاملات من اعمامي وعماتي وخالاتي. مش لازم تتناقش مع امك في الحاجات دي، الا لو انت بتشتكي لها ان حد منهم اذاكي، فبتقول لها يا ماما انا شعرت بالاذية لما عملوا كذا، تنصحيني اعمل ايه. لكن لو عايزة توجهيها في معاملاتها مع عماتك وخالاتك، لا ما توجهيش الوالدة خالص، ممكن تكون هي مش بتستحمل التوجيه ده. وعايز افكر حضرتك يا بنتي بحاجة مهمة قوي. ربنا بيربينا عن طريق اخلاق المقربين مننا. فاخلاق المقربين مننا، لو امك بتتعصب يبقى ربنا بيربيكي على الديسيبلين، الالتزام وضبط النفس والصبر. ويمكن يا بنتي يبقى فيه فتوحات في حياتك كتيرة وتيسيرات وعوض في حياتك كتيرة بسبب الآية اللي بتقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني يصب عليهم الخير صبا من غير ما ربنا يحسب عليهم، من غير ما يعرفوا يحسبوا الخير ده. طب أنهي صابرين؟ كل من صبر على شيء هو مش بيحبه، يخالف هواه، يخالف مراده. وأكيد عصبية أمك دي مش على مزاجك، صبرك عليها في تيسير. وإذا كان يا بنتي الحبيبة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن صلة الرحم تزيد في الرزق وتبارك في العمر، يعني نعمل إنجازات كتير في سن صغير والرزق يبقى واسع، فده صلة الرحم. ما بالك بر الوالدين، لأن الوالدين هم أهم رحم في حياتنا، فأكيد بر الوالدين بيزيد من الرزق ويبارك في العمر. فربنا يقويكي، أكثري من الصمت، لو سمعتي كلام يضايقك امسكي نفسك، احفظي أنفاسك، وقولي كده زي سيدنا إبراهيم سلام عليك، مش هرد أنا. وبعدين تحيني وقت تاني للنقاش لما تكون أمك هادية. وربنا يقويكي، وربنا يهدي الأهالي على أولادهم، عشان الأهالي يساعدوا الولاد على برهم.